نظام اكتر من كده، مش هنقدر نتصرف في الضرائب اكتر من كده، وبعدين الشعب يبني العداله الاجتماعيه بالتدريج. الحد الادنى والحد الاقصى للاجور في القطاع العام والقطاع الخاص في كل دول العالم حتى في امريكا ما يزيدش عن 40 مره، يعني اضعف مرتب في القطاع العام او الحكومه. انا مش بتكلم على المستثمرين او المبدعين او اصحاب الخبرات الخاصه، انا بتكلم على راجل موظف حكومه. ما ينفعش انه الفرق يكون في انجلترا ما يزيدش عن 20%، في امريكا ما يزيدش عن 30 40 مره. فاذا الاصلاحات اللي من النوع ده هتجيب مردود سريع، غير حكايه الفساد. انما كل ده حاجه، والاساس بتاع ضمان العداله الاجتماعيه هي قدره الشعب انه يعمل مفاوضات على حقوقه. الدكتور حازم الببلاوي احد اعضاء مجلس الامناء عندنا في الحزب، استاذنا كلنا، انبسطت قوي لما اقتبس من كتاب الراجل اللي حصل على جائزه نوبل اسمه امارتيا سين، هندي بيدرس في جامعه اوكسفورد. بيقول حاجه بسيطه جدا، بيقول كل بني ادم عنده حس بسيط بضروره رفع الظلم. فكره العداله المطلقه دي يعني امل بعيد المدى، مش هو ده اللي بيجيب النتيجه. اللي بيجيب النتيجه انك انت لما تشوف ظلم بترفعه، ولما تحس انك انت عايز ترفعه، ولما تشوف ان العدل اتحقق او قربت منه بتستريح. عشان كده لما الناس هتتفاوض، وعدد كبير جدا من الفوضات اللي حصلت في الشهر اللي فات ده في وسط الفوضى وفي وسط الدنيا والانفلات الامني ومفيش امن، الناس هديت لما فتحت الملفات وقالوا لها طيب ادي الفلوس كذا وادي كذا وادي الشفافيه كذا وادي الحكايه كذا، فاحنا هنعمل ده دلوقتي وهنعمل ده بعدين. خلاص رجعوا اشتغلوا بمنتهى الجديه والالتزام. وناس ثانيه قالوا لا ده مش هينفع، اضطرت النظم السابقه والناس اللي بقايا النظام السابق اللي بقاتل الاف ويمكن كام مليون ان هم يغيروا طريقه التفكير، وناس تترفد وناس تتقص الحاجات الغير عاديه بتاعتها. فقدره انك تبني مفاوضه سياسيه عاقله جوه ان النقابات تدافع عن حقوق المهنيين، مش تعمل لهم رحلات وبعدين تشتغل في السياسه او تروج للسياسه في الحكومه العامه وتدافع عن سياسه خارجيه وتابعه. لا، النقابات هدفها الاساسي انها تدافع عن حقوق اعضاء النقابه دي، ومن حق كل واحد في كل مهنه وفي كل ان يكون عنده رابطه او اتحاد او نقابه تدافع عنه. النقابه دي دورها مهم جدا في الديمقراطيه. انما احنا كان عندنا مجلس شعب هو ديكور، نقابات هي ديكور، مجالس محليه هي ديكور، كل الانماط دي ديكور، اتحادات طلبه ديكور. دلوقتي عاد الوقت ان احنا نعمل حاجات حقيقيه، ودي اللي هتكون طريقنا للعداله الاجتماعيه، وهي دي فكره الديمقراطيه الاجتماعيه. الديمقراطيه اي السلطه للشعب، دوله القانون، تداول السلطه، ولكن احترام الحريات. لا يعني مفيش ديمقراطيه، مفيش مثلا حد يقول لك ايه لا الاغلبيه قررت انها تحرم المجموعه دي من حريتها، لا، يبقى انت كده ضيعت الديمقراطيه. الاغلبيه يجب ان تحترم حقوق الاقليات، لان هذه الاقليه السياسيه في اللحظه دي. يعني ما يجيش مثلا واحد يقول لك لا احنا كاغلبيه خدنا قرار هنلغي الحزب الفلاني، لا مش من حقك، ما تبقاش ديمقراطيه زي ما هتلر خد الحكم وبعدين لغى الاحزاب الثانيه بالاغلبيه، ما ينفعش. لازم تحترم الاقليات، تشتغل في دوله القانون، وهذا النوع من انواع الديمقراطيه هو اللي يوصل للعداله. اخر حاجه الثوره هدفت السلميه، والثوره انتصرت بشعار السلميه. واحنا الان وقت انتصار الشعوب في العالم كله والتعاون والتعامل مع الشعوب في العالم كله واخذ حقوقنا بصوره سلميه. انه احنا كحزب مدركين قيمه مصر، ان مصر لن تكون تابع لاحد، ان مصر ستشترك مع دول الجنوب الاخرى وتتبادل الخبرات مع الدول العربيه، ان مصر ليها بعد افريقي، بعد عربي، مش هتستعلى على الافارقه ولا هتستعلى على العرب، وليها علاقات
افريقيه اسيويه وامريكا اللاتينيه، وليه علاقات بناءه جدا مع دول الشمال. كل هذه العلاقات ينبغي كل الاحزاب طبعا هتتكلم على فكره المحافظه على المعاهدات الدوليه والمحافظه على السلام. احنا بس بنضيف كمان نقطه انه الشعوب بما فيها الشعب الفلسطيني تستطيع ان تحصل على حقها بالنضال السلمي. الثورات اللي حصلت بقوه التحرك السلمي للشعوب هي اللي انتصرت. الشعب الفلسطيني هو اللي حصل على حقوقه، واحنا عايزين الشعب الفلسطيني هو اللي يحصل على حقوقه عن طريق المقاومه السلميه، عن طريق الاعتراض السلمي. هو ده اللي حصل. الانتفاضه لما كانت سلميه حققت اكبر مكاسب في تاريخ الشعب، هي اللي جابت غزه والضفه. اول لما بقت ميكي ماوس بقى يضربوا صواريخ في الهواء وحركات ارهاب ملهاش اي معنى، فقدت اللي يسموها التفوق الاخلاقي بتاعها وفقدت قوتها. اذا السلم في كل الطرق والمحافظه على هذا الكوكب، محافظه على هذه البيئه، خصوصا احنا بنتكلم في البحر الاحمر ونتكلم ان الفساد مش طال بس الاماكن، طال الشعب المرجانيه، وبعض الناس كان يتاح لها انها تدمر الشعب المرجانيه وتدمر الطبيعه كما تشاء. ومين اللي يقدر يبوظ اكتر، اللي يقدر يدفع اكتر. كل ده لازم يقف، وكل ده هيقف من خلال الديمقراطيه الاجتماعيه، اي ان المجتمع يدير نفسه وان الشعب يشارك في اداره الشأن العام بخبراته، بابداعه، بعلمه، بامكانياته. احنا دلوقتي في وقت صعب جدا. احنا لازلنا نطالب بالقائمه النسبيه، ما خدناش لسه الوعد بالقائمه النسبيه وما خدناش القرار النهائي بالقائمه النسبيه. احنا لازلنا نطالب بوقت اطول لكل احزاب الثوره بما فيها حزبنا اللي هو قادوه شباب ائتلاف الثوره، واللي قادوه رموز اللي هي كانت على مقدمه الثوره، ومن اول الداعين ليها، من اول دكتور ابو الغار والدكتور غنيم الى الدكتور الببلاوي والدكتور عمرو الحمزاوي. كل ده احنا محتاجين وقت علشان نقابل الناس. احنا كل ما بنروح حته بنلاقي الناس بتفكر زينا، بنلاقي الناس بتقول طب انتوا كنتوا فين من زمان؟ احنا بنلاقي الناس اللي هم مش عايزين حد يلقنهم، لكن الناس اللي بيقعدوا مع بعض يتكلموا مع بعض وحاسين انه هو ده السبيل للامام. الناس اللي هي مهتمه بالحريه، الناس اللي صحيح منطلقه زينا كلنا من مبادئ دينيه، لكن بترفض ان حد يفرض عليها نوعيه معينه من نمط ديني او من نمط تدين معين، وعايزه ومدركه انه مصر اعظم من كل التصورات الضيقه، وانه قدره هذا الشعب على الانفتاح للحقائق الايمانيه عظيمه جدا ورائعه جدا، وتفوق كل الافكار المخولبه والمتحجره والمتجمده. بنلاقي الناس دول في كل حته، لكن احنا محتاجين وقت عشان ننظم نفسنا، علشان هتلاقي الناس دول في امانات وفي مكاتب وبينزلوا مسيرات وبيوزعوا ورق زي ما غيرهم بيعمل كده. وعلشان النوع ده من الديمقراطيه الاجتماعيه، النوع ده من الحريه ما يتحققش من خلال اساءة استخدام الدين او بيتحقق من خلال انك انت تتكلم مع ناس او تستغل جهل الناس. ده ما يتحققش غير انك انت تبني علاقات، تتعلم الناس. واحد بيقول لي انتوا لازم تنزلوا تعلموا الناس. انا عايز اقول لك احنا لازم ننزل نتعلم من الناس زي ما نعلم الناس. لما نزلنا مع فلاحين ولما نزلنا مع عمال مش بس علمناهم، هم كمان علمونا، ولقينا فيهم اقبال على الاراء دي فوق الخيال. رحنا قريه في بولكينا والزملاء زياد والناس اتكلموا معانا في ساعه ساعتين، خدنا خبره غير عاديه وخدنا الاف، وناس وعدونا قالوا لنا المكان ده هيكون عندك 120,000 صوت في الانتخابات اللي جايه. قريه واحده. الناس متشوقه، والناس واحد قال لي انا مستريح لكلامك. انا بصراحه كنت بنتخب الاخوان عشان مش عايز انتخب الحزب الوطني، بس انت راجل بتتكلم زينا كده وبتقول كلام وانا مستريح للكلام. مش عشان انا يعني غير عادي ولا الناس غير عاديه، عشان احنا عاديين، احنا زي بقيه البشر، احنا زي بقيه الشعب المصري اللي عنده مبادئ من جواه، لكن عنده ادراك للعيش، حريه، كرامه انسانيه، عداله اجتماعيه، ومصر انه يكمل مع ادراك لكرامه كل انسان من نحو السلام الحقيقي ومن نحو العداله الحقيقيه. شكرا لحسن استماعكم، وهنتلقى الاسئله.
هو احنا جات لنا اسئله كتير قوي، وده يعني شيء كويس جدا طبعا. اللي احنا هنعمله ان انا اول حاجه هعتذر مقدما لو في سؤال ما تمش طرحه بالصوره اللي حضرتك طالبها. احنا عشان الوقت احنا بنحاول نجمع الاسئله في مجموعات، وجمعنا الاسئله في مجموعات ناحيه اسئله سياسيه واسئله اقتصاديه، وفي بعض النقد الموجه للحزب، وفي بعض الاسئله العامه. تمام. لو في اي ملحوظه في اثناء النقاش برضو احنا هيبقى في وقت في الاخر خالص، فما زال ممكن حضرتك تكتب ملحوظتك وهنجمعها منك في اثناء النقاش والرد على الاسئله. هنبتدي بسؤال سياسي. الفتره اللي جايه فتره فارقة في تاريخ مصر، هيتم فيها عمل دستور جديد، والدستور الجديد صياغته هتقول شكل الدولة هيبقى ايه. الحزب بتاع حضراتكم يفضل انهي صياغة للدولة القادمة؟ هل مثلا احنا كنا بنسمع برلمانية ولا رئاسية ولا نظام يكون يمزج بين الاثنين؟ ده نمرة واحد.